السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة معانا تلفزيون توشيبا عطل ضيق من الأسفل ومن أعلى في الشاشة. ضيق من الأسفل، نولع النور ولا مولعش النور؟ مش هولع النور. ضيق من الأسفل هنا ومن الأعلى، ودي في الغالب بيكون مكثف قيمته صغيرة رفيعة جدا في دائرة الفيرتيكال. نولع الإضاءة ونشوفوه فين. هنا يا جماعة جنب الاي سي الكبير. هنسخن عليه لوكيت بالكاوية وهنبص الناحية التانية برضه نشوفها هتعمل ايه معانا. المكثف اللي في الغالب ده هو بيكون رقمه سي 310 تقريبا او 309. هنطفي الإضاءة بس كده عشان خاطر ايه متبان معانا الصورة الناحية التانية. هو ده اهو. من الأعطال السهلة جدا في التلفزيونات. فتحت الصورة يا جماعة فوق اهي، تفتح للآخر، وتحت فتحت برضه. فهنغير دوكة المكثف دي مع بعضينا وهنشوف الصورة تظبط معانا ولا لا. المكثف ده يا جماعة اهو، ده اللي باين عليه بتسخين اهو، سخنت عليه على طول ده اهو. هنحلوه مع بعض ونجيبوه من بعض ونشوف رقمه كام على اللوحة ورا، ونغيروه مع بعض ونشوف الصورة بعد كده. هو ده يعتبر خط الإشارة من الاي سي الكبير الكنترول لغاية اي سي الفيرتيكال. الإشارة اللي طالعة الأمر بإن اي سي الفيرتيكال يفتح، فالإشارة رايحة ضعيفة عشان خاطر فنتر الكهرباء اللي هو المكثف ده اللي بيفنتر الكهرباء، أو يعني ينعم الكهرباء اللي رايحة ايه الاي سي الفيرتيكال. فهنغير المكثف دي إن شاء الله مع بعض كده وهنشوف النتيجة ايه اهو. ده نشوف رقمه على اللوحة من ورا كام. يا جماعة المكثف اهو رقمه على اللوحة هنا اهو. اهدي رجل وادي رجل اهي. رقمه على اللوحة سي 310، بس الكلام مقلوب. سي 301 اظن 301. لو عدلنا التليفون كده هيتقري كويس، بس بالنسبة لكم انتوا، بالنسبة لي انا برضه لا. فين هو؟ ايوه المفروض باين عشان الكاميرا بقت من تحت اهو. سي 301 سي 301 على الرجل دي والرجل اللي هنا. نحلوا الرجلين دول. لو اتبعنا الخط ده يا جماعة كده هو اللي اقول رايح لغاية اي سي الفيرتيكال اهو. الرجل دي داخلة على الرقم 1 2 3 4 5، على رجل رقم 1 2 3 4 5، على رجل 5. هنحلوه مع بعض ده هو نشوف النتيجة ايه. طلعنا يا جماعة المكثف اهو، ورقمه تقريبا كده انا شايفه من برا الكاميرا 2.2 50. 2.2 50، بس الكاميرا ما جايباش. نعلو شوية كده نفتح الصورة شوية اهو. 2.2 مايكرو 50 فولت. جبت واحد اخوها اهو 2.2 مايكرو 50. اركبه ونرجع نشوف الصورة مع بعض. يا جماعة المكثف اهو، وهذا مكان المكثف اللي خلعناه اهو. هنركب المكثف مكانه. قطبية طبعا، السالب والموجب الحتة اللي في العلامة البيضاء دي اللي هي ايه السالبة يا جماعة اهي. احط الطويلة طبعا في دقيقة اهي، والقصيرة دي مكتوب موجب يا جماعة، موجب اهي. نحط الطويلة في الموجب والناقص القصيرة دي في السالب زي ما انتوا عارفين طبعا، ونلحقه من الناحية التانية.
نلحم يا جماعة المكثف من تحت اهو باين اهو. نشوف النتيجة ان شاء الله في اول تجربة، مع ان احنا سخنا عليه ان شاء الله وشوفنا التجربة بتاعته خلاص، يعني ان شاء الله خير. نقدر على كده ونجرب ان شاء الله، نشوف الصورة. العدة وقعت، ما عدلش معانا في مكثف تاني على نفس الخط يا جماعة فوق جنب ايسيل فيرتيكال، ما عدلش معانا بنضطر نغير ايه المكثف التاني ده. استنى اشاور لكم عليه كده ممكن تعرفوه اهو. المكثف ده ان ما عدلش نغير المكثف ده مع نفس الخط كده اهو. ده المفروض انا كنت نضفت الشاسيه بس ما نضفتهوش انا عشان انا ما هملاني تراب دلوقتي، فاحنا هنجرب على كده ونشوف ان شاء الله. بدور على عيني، بدور على الزراديه الخضراء، الزراديه الخضراء عشان نسند بيها عشان هي فيها عازل، بحطه تحت الشاسيه كده عشان ما يسقطش حاجه من تحت. حط الفيشه كده اول تجربه. بسم الله الرحمن الرحيم. نطفي الإضاءة كده عشان يشوف التلفزيون، ونصغر الشاشة شوية. فتحت الشاشة يا جماعة، نطفي الإضاءة دي بالمرة اهو. الصورة فتحت وتمام وزي الفل، كلها ما فيش أي حاجة فيها ايه قافلة. هنجرب على الريسيفر إن شاء الله مع بعض كده ونشوف الصورة باقي الصورة ايه. في غطا يا جماعة كان على الاي سي ده اهو اهو. اركب رب حد يفتح ملاقي الغطا دي ما يدورش، يدور على المكثف ما يلاقيهوش اهو الغطا ده كده. فانا خلعته الاول، فكيت عنه الجزدير وطلعته واتكشف معايا ايه الاي سي الكنترول اهو والمكثفات اللي تحته. فانا كده هغطي تاني مكانه زي ما كان وخلاص على كده. وبكده يا جماعة يكون نهاية الفيديو، وديك الصورة ان شاء الله كملت اهي ومفيش فيها اي مشاكل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم.